بيبدأ المسلسل مع شاب اسمه توني، وبنشوفه وهو صاحي من النوم، وبعدها بتوصل أخته للبيت وبيظهر إنها كانت بايتة بره طول الليل، وبيساعدها توني وبيشغل المزيكا بصوت عالي جدا عشان يشتت انتباه والده لحد ما أخته تدخل البيت من غير ما حد يلاحظها. وبعدها بيجهز توني عشان يروح المدرسة، وبنعرف إن عنده 17 سنة، وبيتصل على سيد أقرب صاحب ليه، واللي بنعرف إنه ما عندوش خبرة في البنات، وعشان كده بيساعد توني في إنه يدخل في علاقة مع واحدة اسمها كاسي. وبيحاول توني إنه يرن على سيد لكنه مش بيرد عليه، فبيتصل توني على جال صاحبتهم عشان تروح له البيت وتصحيه، لكنها بترفض، وده لأن بيت توني بعيد عنها. وبعدها بيتصل توني على أنور صاحبه عشان يتفق معاه على الحفلة اللي هيعملوها لسيد، لكن أنور بيكون في المسجد وبيزعق له عمه لما التليفون بيرن، وبيضطر توني إنه يتصل على والد سيد وبيكذب عليه وبيقول إن عندهم امتحان. فبيزعق والد سيد لابنه وبيصحيه من النوم، فبيخرج سيد من البيت وبيقابل توني، واللي بيعرفوا إنهم هيحضروا حفلة في آخر اليوم وهيعرفوا على واحدة. وبيتفاجئ سيد لما بيشوف ميشيل وبيفكر إنه هيتعرف عليها هي، وبيظهر إن سيد معجب بيها جدا لكنها بتحب توني، وبيبقوا على علاقة. وبتقول ميشيل لسيد إنها تعرفه على كاسي صاحبتها، وبيطلب توني منه إنه يشتري مخدرات عشان يبيعوها في الحفلة. بيضطر سيد إنه يوافق، وبعدها بيروح توني لمدرسة البنات عشان اختبار الغنى، وبينبهر البنات بيه بصوته، وبتدعي واحدة اسمها آبي على حفلة في بيتها، فبيوافق توني. وفي الوقت ده بيكون سيد في الأتوبيس وبيبقى مبسوط جدا، وبيشوف صور ميشيل على تليفونه. وبعدها بيوصل للبيت اللي هيشتري منه مخدرات، واللي بيظهر إنه بالدعارة، فبيرتبك سيد ومش بيبقى عارف يتصرف. وبيرجع توني للمدرسة وبيقابل أنور وجال وكريس وماكسي، واللي بيرفضوا إنهم يحضروا الحفلة اللي هيعملها، عشان كده بيضطر توني إنه يلغيها، وبيبعت رسالة لسيد لكنه مش بيسمعها. واللي في الوقت ده بيبقى مع الديلر اللي هيشتري منه المخدرات، وبيخاف سيد جدا، وده لأن مش معاه فلوس. وبيوافق الديلر إنه يديله المخدرات، وبتبقى كمية كبيرة جدا، وبيديله مهلة 48 ساعة بس عشان يسدد الفلوس. وفي الوقت ده بيكون توني في فصل علم النفس، وبتعيط أنجو مدرسة علم النفس في الفصل، وبيستغرب الطلاب منها. وبعد ما بتخرج من الفصل بيعرض كريس عليها إنه يساعدها، وبيظهر على إنه معجب بيها. وبيعرف توني إن سيد متورط والمفروض يبيع المخدرات عشان يدفع حقها، فبيضطر إنه يروح حفلة آبي، وبيبقى معاه سيد وميشيل، واللي بتجيب كاسي معاها عشان تعرفها على سيد. وبنعرف إن كاسي خرجت من المستشفى قريب، وده لأنها بتعاني من اضطراب الأكل. وبعدها بيتضايق توني، وده لأن آبي بترفض إنهم يبيعوا المخدرات، وده لأنها بتخاف من والدتها. وبيغير سيد لما بيشوف ميشيل وهي بترقص مع توني، وعشان كده بيسيب الحفلة وبيدخل المطبخ، وبيشوف كاسي وهي بتدور على أكل، وبيعرض سيد عليها إنها تشرب مخدرات معاها لكنها بترفض، وده لأنها بتحسسها بالجوع. وبيقرر كريس وأنور إنهم يروحوا الحفلة بتاعت آبي، وده لأن حفلة ماكسي مملة جدا، ولما بيوصلوا بيتخانقوا مع الشباب الموجودين. وفي الوقت ده بيكون سيد مع كاسي، واللي بتقول إنها عارفة كويس إنه بيحب ميشيل. وبيتفاجئ سيد لما بيعرف منها إن ميشيل عارفة وشايفة لطيف، لكنها بتحب توني جدا على الرغم من إنه مش بيحبها زي ما هي عايزة. وفجأة بتتعب كاسي وبيغمى عليها بسبب الحبوب اللي بتاخدها، وبيطلب سيد من صحابه إنهم يساعدوه، وبياخدوا عربية واحدة من الحفلة وبيروحوا المستشفى بسرعة. وده لأن كاسي نفسها بيتقطع، لكنها بتفوق فجأة وبتقول لهم إنها حلمت حلم جميل. وبيوعد توني السيد إنهم هيبيعوا المخدرات وهيرجعوا الفلوس بسرعة، لكن العربية بتقع فجأة في البحيرة وبتختفي المخدرات في المية. وبعدها بيرجع سيد مع توني وبيبات معاه، ومش بيبقوا متأكدين إن كان كريس خرج من المية ولا لأ. وبعدها بتفوق كاسي وبتلاقي نفسها في بيت ميشيل، واللي بيظهر إنها كانت عاملة حفلة في بيتها وكل أصحابها كانوا موجودين. وبتلاحظ كاسي إن البيت متبهدل جدا، ولما بتدخل المطبخ بتشوف أنور وهو بيصلي وبتنبهر بيه وبتبقى مبسوطة وهي بتبص له. وبعدها بتحاول إنها تصحي ميشيل من النوم، وبتقول لها إن والدته هترجع دلوقتي، لكن ميشيل مش بترضى تقوم، وبتقول لها إنها هتيجي تاني يوم. فبتجهز كاسي وبتبوس سيد قبل ما تخرج. وبعدها بتقابل والدة ميشيل، واللي بتبقى راجعة مع جوزها من شهر العسل، وبتسلم على كاسي وبتبقى متحمسة جدا إنها تشوف ميشيل بنتها، لكنها بتتصدم لما بتدخل البيت وبتصرخ. وساعتها بيهرب توني وسيد وأنور وكريس. وفي الوقت ده بتكون كاسي في المترو وبترتبك لما بتشوف الناس وهما بياكلوا، وبتتفاجئ لما بتلاقي ورقة في شنطتها وبيبقى مكتوب عليها إنها تاكل. ولما بترجع كاسي لبيتها بتكذب على أهلها وبتقول لهم إنها كلت عند ميشيل. وبنلاحظ إن أهل كاسي مهتمين بأخوها الصغير أكتر منها، وبتستغرب كاسي لما بيجي لها نفس الرسالة على تليفونها، وبيظهر إن في حد مهتم بيها وعايزة تاكل. وبعدها بتجهز عشان تروح المستشفى عشان تقابل الدكتورة بتاعتها لآخر مرة. وبتحزن كاسي لما بتلاحظ إن أهلها مش مهتمين بيها، وبتحط أوزان في هدومها لما بتركب عربية المستشفى عشان تكذب على الدكتورة وتفهمها إنها خفت وبقت بتاكل. وبيلاحظها ألان السواق لكنه بيوعدها إنه مش هيقول لحد، وبيقول لها إنه هيفتقدها لما بيعرف إنها آخر مرة هتروح المستشفى. فبتتفاجئ كاسي وبتقوله إن هي كمان هتفتقده. وبعدها بتوصل المستشفى ومش بتصدق الممرضة وزنها، وبتطلب منها توريها جيبها. ولما بتخرج كاسي من الأوضة بتشوف واحدة وهي بتشرب كمية كبيرة جدا من مية عشان وزنها يزيد وما تتعالجش، لكنها مش بتقدر وبتدخل الحمام على
على طول. وبعدها بتقابل كاسي الدكتورة بتاعتها واللي بيظهر إن عندها هوس بالتنظيم، وبتطلب من كاسي إنها تكلمها في أي وقت لو احتاجتها، وإنها تقدر ترجع للمستشفى وقت ما هي تحتاج. فبتشكرها كاسي، وبعدها بتحضر جلسة العلاج الجماعي وبتعرفهم إنها خلاص خفت ومش هتتعالج تاني. وبتتفاجئ كاسي لما بتشوف الديلر اللي الست خد منه المخدرات، وبنعرف إن اسمه ماديسون، وبيحضر نفس جلسة العلاج الجماعي، وده لأنه عنده هلاوس وبيسمع أصوات مش موجودة. وبتتصدم كاسي لما بتعرف إن ماديسون بيدور على سيد، وإنه كمان معاه البطاقة بتاعته. وفي الوقت ده بيكون سيد في الجامعة، وبتقعد كاسي جنبه وبتتكلم معاه، وبيلاحظ سيد إنها مش بتاكل خالص، وبيقول لها إن أكيد أهلها ملاحظين حاجة شبه كده. فبتاخد كاسي طبق الأكل من قدامه وبتفضل تقطع في الأكل وبتفضل تتكلم عشان تلهيه. وبيفهم سيد إن هي دي طريقتها عشان محدش يلاحظ إنها مش بتاكل. وفي الوقت ده بيقعد توني جنبهم وبيقاطعهم وما بيتكلموا، وبيلاحظ إن في أحمر شفايف على دماغ سيد، واللي بيتفاجئ جدا وبيبقى عايز يعرف من البنت اللي مهتمة بيه. وبترتبك كاسي ومش بترضى تتكلم، وبعدها بتوقع الأكل على توني عشان يسيبهم ويمشي. لكن سيد بيقوم هو كمان عشان يمشي معاه، وبيتصدم لما كاسي بتعرفه إن ماديسون بيدور عليه وإن البطاقة بتاعته معاه. وبتستغرب كاسي لما بتشوف الطبق بتاعه ومكتوب عليه إنها تاكل، وبتفكر إن سيد هو اللي بيبعت لها الرسائل. وبتفضل تراقبه وهو ماشي، وبتتمنى إنه يبص لها عشان تصدق إن هو كمان معجب بيها. وبيترعب سيد وبيحكي لأنجي اللي حصل، لكنها مش بتلاقي له حل. فبيتكلم سيد مع توني وبيبقى مرعوب، بس بيتصدم لما بيشوف المدرس الجديد واللي بيكون هو نفسه ماديسون. وبيبقى سيد مش قادر ياخد نفسه، وبيطمنوا اصحابه وبيقولوا له انهم هيقفوا جنبه ومش هيسيبوه، لكنهم بعدها على طول بيمشوا عشان يحضروا الدروس. وبتحاول جيل انها توقفهم لكنها بتفشل، فبتسيب سيد هي كمان وبتمشي. وفي الوقت ده بتشوف كاسي سيد وهو بيتكلم في التليفون، وبعدها على طول بتجيلها نفس الرساله على تليفونها. فبتتاكد ان سيد هو اللي بيبعت لها، لكنها بتتصدم لما بتواجهه وبتكتشف انه مش بيبعت لها حاجه، وانه كمان تليفونها مش عليه اي رسائل. فبتحزن كاسي وبترجع لبيتها بسرعه، وبتزعل اكتر لما بتشوف اهلها وهم مهتمين باخوها الصغير. وبعدها بتدخل اوضتها وبتحاول انها تاكل لكنها مش بتقدر، فبتتصل بألان وبتطلب منه انه يقابلها. وبعدها بتحكي له كل حاجه عن الرساله وعن سيد، وبتساله كاسي ان كان هو اللي بيبعت لها الرسائل. فبيقول لها ألان انه مجرد سواق تاكسي وبيساعدها انها تاكل. وبعدها بنشوف جيل وهي في اوضه الموسيقى وبتتدرب مع الفرقه بتاعه الجامعه، وبنعرف ان جيل عازفه موهوبه جدا وانها مترشحه لمسابقه موسيقيه كبيره. وبعدها بتقابل ميشيل عشان تشتري فستان للمسابقه، لكن ميشيل بتبقى مشغوله مع توني وبتتاخر. فبتتعصب جيل وبتطلب من سيد انه يروح معاها، وبتحاول جيل انها تلاقي فستان حلو لكن بتفشل. وبعدها بتسال سيد عن حبه لميشيل، وبتقول له انها حبيبه صاحبه وان ده ما ينفعش. وبيتضايق سيد لما بيكتشف ان الكل بيعرف. وبعدها بترجع جيل للبيت وبتحاول انها تتدرب لكنها مش بتعرف بسبب ان اخواتها بيتدربوا هم كمان بصوت عالي. فبتشتكي جيل لوالدها واللي بيظهر ان هو كمان موسيقي مشهور. وبتتضايق جيل لما بتلاقي واحده معاه وبيظهر ان والدها معجب بيها، وبتتريق جيل عليها وبتسيبهم وبتمشي. وبيضحك اصحاب والدها وبيشبهوا جيل بوالدتها، وبيتضايق والد جيل لما بيسمع الكلام ده. وبعدها بتحاول جيل انها تتدرب تاني لكنها مش بتعرف بسبب صوت اخواتها. فبتدخل الاستوديو بتاع والدها وبتشوفه بيسجل اغنيه لحبيبته الجديده، وساعتها بيلاحظ جيل وبيطلب منها انها تخرج من الاستوديو. وتاني يوم بتفطر جيل واخواتها مع والدهم وحبيبته، وبيتريق اخواتها عليها فبيزعلهم والدهم وبيطلب منهم انهم يدخلوا اوضتهم. وبتتضايق جيل لما المديره بتقعد معاها وبتطلب منها تطلع على التلفزيون وتحكي تجربتها وده لقيناها سودة، وساعتها تثبت ان المدرسه ساعدتها على الرغم من خلفيتها. وبعدها بنشوف ميشيل وهي بتتفرج مع جيل على المقابله بتاعتها واللي بتظهر فيها وهي غضبانه ومتضايقه. وبعدها بتطلب ميشيل من جيل انها تلبس الفستان بتاعها في الحفله، واللي بترفض في الاول بسبب ان الفستان عريان لكنها بتوافق في النهايه. وبعدها بيروح كريس وتوني وسيد وانور وماكسي للحفله بتاعت والد جيل، لكنهم مش بيعرفوا يدخلوا بسبب انهم تحت السن القانوني. لكن جيل بتساعدهم وبتخليهم يدخلوا الحفله، وبيتفاجئ صحابها لما بيشوفوها بالفستان. وبتتضايق ميشيل من توني وده لانه مش بيهتم بيها وبيعاكس واحده تانية. فبتتكلم مع سيد وبتقول له انها عارفه انه معجب بيها لكنها بتحبه زي اخوها. فبيرتبك سيد ومش بيعرف يتكلم، وبتحاول كاسي تتكلم معاه لكنها بتحزن لما بتحس ان سيد مش واخد باله منها. وبترتبك جيل لما بتشوف توني وهو بيخون صاحبتها. وبعدها بتقعد مع سيد وبيقعد واحد جنبهم وبيعرض على جيل انه يوصلها هي وسيد. فبتوافق وبيخرجوا معاه، لكن بيظهر ان ماديسون هو اللي بعته وبياخد الآلة الموسيقيه بتاعت جيل وبيكسرها. فبيترعب سيد وبيديله رقم الكريدت بتاعه، فبيهدده ماديسون انه هينتقم منه لو الرقم طلع غلط. وبعدها بيظهر اخوات جيل وبيضربوا سيد بالغلط، لكن اختهم بتوقفهم وبتطلب منهم يجروا ورا ماديسون. وتاني يوم بنشوف جيل وهي في المستشفى وده لقيناها بتزور اخواتها اللي اتضربوا من ماديسون ورجالته. وبعدها بترجع للبيت وبتسمع والدها وبيطمن على اخواتها، فبتساله عن السبب اللي خلاه ما يطمنش عليها، وبتقول له ان مش ذنبها انها شبه والدتها وان هي خلاص مشيت وانه لازم هي تخطاها. فبيطلب والدها منها انها ما تدخلش للاستوديو تاني
ونها ترجع لأوضتها، وبتتفاجئ جيل لما بتلاقي على السرير آلة جديدة غير اللي اتكسرت، وبتعرف إن والدها هو اللي اشتريها. وبعدها بتحضر جان المسابقة في نفس الوقت اللي بنشوف والدها وهو بيخطف ماديسون عشان ينتقم منه. وتاني يوم بيصحى كريس من النوم وبيتفاجئ لما بيلاقي والدته سايبه له فلوس كتير جدا، وبيظهر إنها سابت البيت ومشيت. فبيتصل على أصحابه وبيقول له توني إن ممكن تكون والدته سافرت في أجازة وإنها قالت له لكنه نسي. فبيقول له كريس إنه ما يعرفش، فبيسأله توني هيصرف الفلوس في إيه. فبيقرر كريس إنه يعمل حفلة في بيته وبيعزم أصحابه كلهم. وفي الوقت ده بيحاول سيد إنه يتعرف على واحدة لكنها بتكون سكرانة وبترجع عليه. وبيتفاجئ كريس لما بيعرف ان انجي جت الحفله لكنها بتبقى متوتره جدا، وده لان كريس ما عزمش حد غيرها من المدرسين، وبيطلب منها انها ترقص معاه. فبتوافق انجي لكنها بتسيبه فجاه وبتمشي وبتقول له انها مش تقدر. فبيجري كريس وراها وبيحاول انه يوقفها لكنه بيفشل، وبعدها بيفضل صاحي لحد تاني يوم. وبتتكلم جان معاه وبيسالها كريس ان كانت كسبت في المسابقه، فبتقول له انها خسرت وانهم ادوها 25 جنيه تكاليف السفر. وفي الوقت ده بتكون كاسي نايمه جنب سيد وبتزعل لما بيفضل يتكلم عن ميشيل، وبتحس انه مش مهتم بيها خالص. وبيشتري كريس بيتزا كتير لاصحابه لكنه مش بيبقى معاه تمنها، وبيطلع اوضه والدته عشان يدور على فلوس لكنه مش بيلاقي حاجه، وبيدخل الدولاب بتاعها وبيتاكد انها خلاص سابته ومشيت. وبيحاول كريس انه يبيع الاجهزه اللي في بيته لكنه مش بيعرف. وتاني يوم بيتفاجئ لما بيلاقي عامل التوصيل موجود في بيته، وبيتخانق مع كريس وبيطرده من البيت وبيقول انه عدواني جدا وبيطلب منه يبقى يرجع بعد يومين. فبيروح كريس المدرسه وهو عريان وبيحكي كل حاجه لانجي واللي بتحاول انها تطمنه. وبعدها بيوصل صحابه وبيجيبوا له هدوم، وبتتفاجئ جيل لما بتعرف ان والد كريس موجود، عشان كده بتروح معاه عند والده، وده لانه ملوش مكان تاني. لكن بيظهر على كريس التوتر، وبتقابلهم زوجة والده وبتحاول انها تبقى لطيفه مع كريس، وبتفتح ألبوم الصور عشان توري له صورته وهو صغير، لكن بيظهر ان الصوره بتاعت اخوه. وبتستغرب جان لما بتعرف انه كمان عنده اخ. وبعدها بيوصل والد كريس واللي له بيسمعه وبيزعق وبيطلب من زوجته انها تمشيه. فبيخرج كريس بسرعه من البيت وبيفضل يجري لحد ما بيروح قبر اخوه، وبتجري جان وراه وبتقعد جنبه وبيحكي لها كريس عن اخوه اللي مات، واللي بيظهر ان كل العيله كانت بتحبه وكانوا بيعاملوه حلو عكس معاملتهم لكريس. وبتواسيه جان وبتوعده انها مش هتقول حاجه لحد. وبيعرف كريس ان والدته لسه في المدينه، وده لانه في ورد على قبر اخوه. وبيتفاجئ سيد لما كاسي بتطلب منه انهم يخرجوا، وبتتبسط جدا لما سيد بيوافق. وتاني يوم بتساعد انجي كريس وبتجيب له اوضه في سكن المدرسه، وبيتبسط لما بتجيب له سمكه هديه. وبعدها بنشوف سيد وهو في المدرسه مع اهله، وده لان المدرس بتاعه طلب منهم انهم يحضروا. وبيتعصب والد سيد عليه لما بيعرف ان درجاته وحشه جدا، وده لانه مش بيعرف يركز وطول الوقت مشتت. وبيديله المدرس بتاعه فرصه ثانيه عشان يذاكر والا هيسقط، وعشان كده بيفرض عليه والده انه يحضر كل الدروس اللي في المدرسه، وكمان بيمنعه من انه يخرج. وبعدها بتتكلم كاسي مع سيد وبتفكره انهم هيخرجوا اخر اليوم، فبيعتذر لها سيد وبيقول لها انه ممنوع من الخروج. فبتقول له كاسي انها هتروح له البيت. وفي الوقت ده بيشوفها توني وهي خارجه من المدرسه، فبيقول لميشيل انه عازمها على الحفله بتاعته هي وسيد، واللي في الوقت ده بيحاول يذاكر ويركز لكنه بيفشل، وبيزعق لوالده وبياخد التلفزيون اللي في اوضته. وبعدها بيروح له توني وبيفكره بالحفله بتاعته، وبيتفاجئ سيد لما بيقول له انه محتاجه عشان يبقى مع ميشيل. وبعدها بيدخل والد سيد عليهم وبيتكلم مع توني، وبيظهر ان والد سيد معجب بيه جدا، وده لانه شايفه ذكي ومتفوق وعشان كده بيعاير سيد بيه، واللي بيجهز عشان يروح للحفله. وبيحاول انه يتكلم مع اهله لكنهم بيتخانقوا مع بعض، فبيسيبهم سيد وبيخرج وبيروح الحفله مع كريس وميشيل. واللي بتلاحظ ان توني بيقرب لابي وهما بيرنوا، وبتتاكد من شكوكها لما بتدخل الاوضه وبتلاقي توني وابي مع بعض، فبتتخانق ميشيل معاهم وبتسيبهم وبتمشي. وبيتصدم سيد لما بيعرف ان توني كان قصد يعمل كده عشان يخليه يقرب من ميشيل، وبيقول له توني انه عارف كويس انه بيحب ميشيل وعشان كده بيساعده انه يقرب منها، وبيطلب منه انه يخرج وراها. فبيسمع سيد كلامه وبيحاول انه يتكلم مع ميشيل بعد ما بيبعدها عن البنات اللي كانت بتتخانق معاهم، لكن ميشيل بتتعصب عليه وبتسيبه وبتمشي. وبيتخانق البنات مع سيد وبيضربوه، وبيزعق لوالده لما بيرجع البيت وبيشوف هدومه متقطعه. وبيتفاجئ سيد لما بيدخل اوضته وبيلاقي كاسي مستنياه، واللي بتتعصب جدا لما بتعرف انه كان مع ميشيل. وبعدها بتطلب منه انه يختاره وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيلاقي سيد والدته مستنياه وبتقول له انها توصله للمدرسه. وبعدها بتطلب منه انه يحاول يفهم والده ويتكلم معاه بالراحه، وبيحس سيد ان والدته ناويه تعمل حاجه لكنه مش بيبقى عارف هي ايه. وبتتعصب جال عليه لما بتعرف اللي عمله مع كاسي. وبعدها بيطلب توني من سيد انه يتصل على ميشيل ويخرج معاها، فبيسمع سيد كلامه وبيتصل بيها. وفي الوقت ده بتسمعه كاسي وبتتاكد انه اختار ميشيل، واللي بتروح له الحانه وبيظهر انه وشها مجروح بسبب البنات اللي ضربوها. وبتتكلم ميشيل مع سيد وبتطلب منه يرقص معاها في نفس الوقت اللي كاسي بتنهار فيه، وبتاخد حبوب كتير جدا عشان تنتحر. وفي الوقت ده بيوصل توني وبيعتذر لميشيل وبيرقص معاها، وبيظهر انه كان بيعمل مقلب في سيد
وبيطلب منه انه يمشي. وبيتفاجئ سيد لما بيتصل على كاسي وبيلاقي جيل هي اللي بترد عليه، وبتبقى منهارة وبتعرفه ان كاسي انتحرت وبتلوم على اللي هو عمله. وبيروح سيد المستشفى وبيرجع لبيته وبيتصدم لما بيعرف ان والدته سابت البيت، وبيزعل والده وبيطلب منه يرجعها. وبعدها بيدخل اوضته وبيرجع لوالده التلفزيون، وبيتصل توني على سيد لكنه مش بيرضى يرد عليه، وبينجح اخيرا انه يركز وبيفضل يذاكر لحد تاني يوم الصبح. وبعدها بنشوف الطلاب هم في الطياره وده لانهم في رحله لروسيا، وبيبقى معاهم توني المدرس بتاعهم وانجي. واول ما بيوصلوا المطار بيوقفوا انور وده لانه مسلم، وبيضطر توني يدفع فلوس كتير عشان يخرجوا من اوضه التحقيقات. وبعدها بيركب الطلاب عربيه نص نقل عشان يروحوا الفندق، ولما بيوصلوا بيقابلوا مترجمه وبيعرف توني الطلاب على الاوض اللي هيقعدوا فيها. وبتتفاجئ انجي لما بتعرف انها تقعد مع توني في نفس الاوضه وده لان مفيش ميزانيه. ولما بيدخل انور اوضته بيشوف بنت روسيه جميله جدا، فبيجري على اصحابه عشان يعرفهم، لكنه بيتصدم لما بيرجع ومش بيلاقيها موجوده. وبيفكر صحابه انه بيتخيل، وبيتخانق انور مع ماكسي وده لانه بيطلب منه ما يعملش علاقه في الاوضه بسبب انه مسلم وان تعليم دينه بتخالف كده. فبيواجهه ماكسي وبيقول انه منافق وده لانه كان بيبص على البنت الروسيه. وبعدها بيسيب الاوضه وبيروح لاوضه توني واللي بيطلب من سيد انه يقعد مع انور. وبيدخل كريس الاوضه بتاعت انجي عشان يتكلم معاها، لكنها بتخاف لما توني بيخبط عليها وبتضطر انها تخبي كريس تحت السرير. وفي الوقت ده بيشوف انور البنت الروسيه تاني لكنها بتختفي لما بيطلب من سيد انه يشوفها. وتاني يوم بيحاول انور انه يتكلم مع ماكسي لكنه مش بيرضى، وبيحاول توني انه يقرب من انجي لكنها بتتعصب عليه وبتبعده عنها. وبيسمعهم كريس وبيبقى عايز يتخانق مع توني لكن انجي بتمنعه. وبعدها بشويه بيقربوا من بعض، وبتحاول جيل انها تتكلم مع ميشيل عن خيانات توني لكنها مش بتقدر تعترف بالحقيقه، وده لانها بتحس ان صاحبتها بتحبه جدا. وبتطلب جيل منها انهم يخرجوا من الفندق. وفي الوقت ده بيتاكد سيد ان البنت الروسيه حقيقيه، وبيشوفها وبتتخانق مع والدها، وبيقول له انور انه هيساعدها ويخرجها من البيت. فبيساعد سيد وبيروح معاه وبينجحوا في انهم يدخلوا البيت، وبيساعد انور البنت الروسيه وبيخرجها من الاوضه. لكن سيد مش بيلحق وبيضطر انه ينفذ سرير البنت، لكن والدها بيشوفه وبيجري سيد منه وبينط من الشباك. وبترجع البنت الروسيه مع انور وبيتعرف عليها، وبيتفاجئ لما بيعرف انها بتتكلم انجليزي. وبتخرج ميشيل وجال وبيتعرفوا على جنود روس. وبيتفاجئ توني لما بيشوف انور مع البنت الروسيه وبيعرف صحابه، لكن والدها بيظهر فجأة وبيرفع السلاح على أنور، واللي بيتصدم لما بيعرف إنه زوج البنت الروسية مش والدها. وبيحاول ماكس إنه ينقذ أنور، وبعدها بتوصل الشرطة وبيقبضوا على زوج البنت الروسية، لكنهم بياخدوا فلوس من توني وبيعرفوه إنها رسوم لاستخدام الأسلحة. وبعدها بيحاول ماكس إنه يتكلم مع أنور وبيطلب منه إنه يشرب معاه، لكن انور بيرفض انه يشرب وبيقول انه كان عنده حق وده لانه طلع منافق زي ما قال. وتاني يوم بتسال ميشيل توني ان كان عايز يقول لها حاجه، وبيظهر انها متضايقه بسبب خيانته ليها. وبعدها بنشوف المترجمه الروسيه وهي بتضحك مع الجنود والبنت الروسيه وزوجها، وده لانهم كانوا بيضحكوا على توني وخدوا منه الفلوس، وبيبقوا شايفين ان الانجليز اغبياء جدا. لكن بيبان على البنت الروسيه انها وقعت في خب انور. وبعدها بيرجع الطلاب للمدرسه وبتتخانق ميشيل مع توني وبتضربه قدام صحابه، وبتقول انها ما عادتش عايزه تشوفه تاني، وبتهديها جال وبتحاول تفهم ايه اللي حصل. لكن ميشيل بتتعصب عليها بعد ما اكتشفت ان جيل كانت تعرف خيانات توني لكنها ما اتكلمتش. وبتحاول جيل انها تدافع عن نفسها وبتقول لها انها حاولت تكلمها لكنها ما كانتش بتسمع ومش بتصدقها ميشيل، وبتنهى وبتسألها ان كانت هي كمان دخلت في علاقه مع توني. وبتتضايق جان من كلامها وبتسيبها وبتمشي. وبيحاول كريس انه يتكلم مع انجي وده لانه عايز علاقتهم تستمر لكنها بترفض وبتطلب منه ما يتكلمش معاها تاني. وبتتفاجئ انجي لما ميشيل بتسالها هي بتتكلم مع مين، وبيظهر ان ميشيل سكرانه وبترجع على هدومها وعلى هدوم انجي، واللي بتضطر انها تلبس هي وميشيل لبس المشجعات، واللي بتعيط لها وبتقول لها انها بتحب توني جدا لكنها خلته يمشي. وفي الوقت ده بيتصل توني على ميشيل وبتفضل تشتمه وتزعق له، وبعدها بتقول لانجي انها عارفه علاقتها بكريس واللي بيدخل عليهم في نفس الوقت. وبتوصل انجي ميشيل لحد البيت وبتتعصب على كريس وبتقول ان اللي حصل غلط وانه ما ينفعش يتكرر تاني، لكنها بتضعف وبترجع في كلامها. وبيروح توني البيت ميشيل وبيحدف طوب على شباكها وبيطلب منها انها تبص له، وبيشوفوا سيد وبيطلب منه يسيبها لكن توني مش بيوافق وبيبقى متاكد ان ميشيل هتكلمه، فبيتعصب سيد عليه وبيضربه في وشه. وتاني يوم بتحاول ميشيل انها تتكلم مع والدتها وبتقول لها انها قطعت علاقتها بتوني، لكن والدتها مش بتهتم وبتطلب منها تتكلم مع مالكوم جوزها كويس. وبعدها بتروح ميشيل المدرسه وبتتضايق لما توني بيقوم وبيقرا البحث بتاعه واللي بيكون على العلاقات الجنسيه وعلاقتها بالسلطه، وبتسيب ميشيل الفصل وبتمشي. وساعتها بتشوف ابي فبتقرر تحرجها قدام صحابها وبتسألها عن علاقتها بحبيبها، فبتتعصب ابي عليها وبتزعلها. وفي الوقت ده بيظهر جوش
واللي بيكون أخو أبي، واللي بيعجب بميشيل أول ما بيشوفها، وبتقرر ميشيل إنها تمسح كل صورها مع توني، وبعدها بتطلب منه يقولها إنه بيحبها وإنه مستعد يموت عشانها، لكن توني مش بيقدر يتكلم. وفي الوقت ده بيكون سيد في البيت وبيتبسط لما بيشوف صورة كاسي، وبيحاول إنه يكلمها لكنها مش بترد عليه. وبيتفاجئ سيد لما ميشيل بتروح له البيت وبتبقى عايز تدخل معاه في علاقة، لكنه بيرفض وبيقول انه معجب بكاسي وانه متاكد انها مفتقده توني. فبتنهار ميشيل وبتحضنه وبتعيط، وبعدها بيروح المستشفى عشان يزوروا كاسي، وبيعتذر لها سيد على اللي عمله وبيطلب منها انها تديله فرصه تانية، لكنه بيتصدم لما بيعرف انها ارتبطت بواحد تاني واللي بيتعالج معاه في المستشفى. وبتتفاجئ ميشيل لما بتشوف جوش وبتعرف ان والدته تبقى صاحبه المستشفى وانه بيساعدها، وبتقبل ميشيل دعوته وبتوافق انها تخرج معاه. ولما بترجع البيت بتحاول انها توقع بين مالكوم ووالدتها لكنها بتفشل، وبتطلب والدتها منها انها تعتذر له على كلامها معاه. وبعدها بتخرج ميشيل مع جوش وبتحكي له عن والدتها، وبتتبسط جدا لما بتحس انه بيسمع عكس توني، وبيعرفها جوش ان عنده مرض نفسي وبياخد علاج. فبتعجب ميشيل بصراحته، وبنشوف توني هو بيراقبهم بيقرر يوقع ما بينهم، وبيقابل ابي وبيقول لها انه عايز يصورها، فبتوافق على طول. وبتتبسط ميشيل لما بتعرف ان مالكوم هينفصل عن والدتها ويسيب البيت. وبعدها بتخرج مع جوش، وبنشوف توني وهو بيراقبهم وبينجح انه يسرق تليفون جوش وبينقل صور ابي عليه وبيبعتها لميشيل. هو اللي بتنهار وبتحس ان جوش مريض، وبتتصل على جيلا وبتعيط وبتحكي لها اللي حصل. ولما بترجع ميشيل البيت بتلاقي والدتها بتعيط وبتبقى حزينه بسبب ان مالكوم سابها، وبتحضنها ميشيل وبتحاول انها تواسيها. وبعدها بتقابل جيل وبتعتذر لها على كلامها. وفي الوقت ده بتشوف مالكوم وبيظهر عليه الحزن، وبتتاكد ميشيل انه بيحب والدتها فعلا وبتساعده انه يرجع لها. وفي الوقت ده بيروح لها توني وبيقول لها انه بيحبها وبيعتذر لها، فبتطلب ميشيل منه انه يتوسل لها، فبيوافق وبيوعدها انه مش هيخونها تاني. بيستغرب توني لما ميشيل بتقوله انها هتشوفه بعدين، وبتسيبه وبتدخل البيت. وبعدها بيحتفل توني بعيد ميلاد والده، وبيظهر عليه انه زهقان وبيحاول انه يضحك ايفي اخته واللي بتبقى قاعده ساكته. وبعدها بتدخل اوضتها وبتخرج لاهلها بهدوم النوم وبتعرفهم انها تنام، لكن بيظهر انها بتكذب عليهم. وبيشوفها توني وهي بتخرج من ورا اهلهم. وبعدها بيتصل توني على كريس وبيعرف منه ان كل اصحابهم هيتجمعوا لكنه مش معزوم، وده لان ميشيل مش عايزه تشوفه. وبيحس توني بالملل وبيتصل على باقي اصحابه لكنهم مش بيبقوا عايزين يشوفوه. وبنشوف ايف وهي لابسه لبس غريب وبتخرج مع صاحبتها وبيروحوا المصنع وبيقابلوا اصحابهم، وبتتعرف ايف على سبنسر واللي بيظهر انه معجب بيها. وبيخرج توني وبيقف مع بتاع الجرايد وبيعرض عليه انه يساعده لكنه بيرفض، وده لانه هيخسره ومش هيخلي حد يشتري منه بسبب شكله الحلو. وفي الوقت ده بتوصل الشرطه للمكان اللي فيه ايفي وبتقبض عليها، وبيتصدم توني لما بيتصلوا عليه وبيطلبوا منه يروح القسم عشان ياخد اخته. لكن توني بيلاقي خرجت وبيعرف ان في حد تاني خرجها، وبيجري عشان يلحق ايفي لكنها بتركب العربيه مع اصحابها. وبيظهر حد فجاه وبيضرب توني في بطنه وبيوقعه على الارض. وبعدها بيروح لبيت كريس وبيسكت صحابه اول ما بيشوفوه، ومش بترضى ميشيل تبص له، فبيقول لهم توني انه محتاج سيد واللي بيبقى عايز يطرده، لكنه بيتصدم لما بيشوف الجرح اللي في بطنه. وبيطلب توني منه انه يساعده عشان يلاقي اخته، ومش بيصدقوا سيد في الاول وبيفكر انه بيلعب بيه زي كل مره، لكنه في النهايه بيخرج معاه وبياخد عربيه والده عشان يلاقوا ايفي. وفي الوقت ده بتشوف ميشيل جوش واللي بيطلب منها انها تركب العربيه معاه، فبترفض وبتقول انه مجنون وده لانه يصور اخته وصور اباحيه. فبيتعصب جوش وبيقول لها ان في حد خدعه فمش بتصدقه ميشيل وعشان كده بيسيبها وبيمشي. وبتوصل ايفي للمكان اللي سبنسر خدها فيه، وهناك بتشوف جوش واللي بيظهر انه كان متفق مع سبنسر عشان ينتقم من توني، واللي بيجي له مكالمه من تليفون اخته وبيعرف مكانها. وفي الوقت ده بيدي جوش حقنه مخدره لايفي واللي بيغمى عليها على طول بعد ما بتاخدها. وبيتخانق سيد مع توني وده لانه بيقلل منه وبيقول انه ملوش منفعه، وبيتضايق سيد بعد ما بيعرف اللي هو عمله في جوش واخته. وبعدها بيضربه بالقلم وبيقول له سيد انه طول عمره اناني وانه بيلعب بمشاعر الناس وانه علشان كده ما عادش في حد حواليه. وبيقرر سيد انه يسيبه في مكان مقطوع وبيمشي. وفي الوقت ده بيوصل واحد وبياخد توني للمكان اللي اخته فيه، وبيبعت سيد رساله لكاسي وبيطلب منها تقابله ده لانه عايز يتكلم معاها. ولما بيوصل توني لمكان الحفله بيتصل على ميشيل واللي بتحس ان في مشكله، وبيعرفها توني ان اخته مفقوده وبيقول لها على مكانه. وبعدها بيقفل التليفون وبتروح كاسي لسيد وبتتبسط لما بتعرف ان سيد ساب توني عشان يقابلها، لكنها بتتضايق لما ميشيل بتتصل عليه وبتطلب منه يلحق توني. وبيقلق سيد لما بيعرف ان جوش ليه علاقه بالموضوع، وبيضطر انه يسيب كاسي ويلحق صاحبه. وبيدور توني على اخته لحد ما بيلاقيها، وبيترعب لما بيشوفها وهي مغمى عليها. وبيضربوا جوش وبيهددوا انه هيخلي سبنسر يغتصب اخته وانه هينتقم منه زي ما عمل معاه في ابي واخته. فبيعتذر له توني وبيترجى يبعد عن ايفي وبيعيط وبيتوسل له، فبيسيبوا جوش. وفي الوقت ده بيوصل سيد وبيتصدم لما بيشوف توني وهو شايل اخته. وبعدها بياخدوها المستشفى وبيعرفوا انها كانت واخده جرعه عاليه من المخدرات. وبيفكر اهل توني ان هو السبب في اللي حصل لاخته وده لانها كانت معاه. فبيدافع سيد عن توني وبياخده وبيطلع من الأوضة. فبيشكره توني وبيعتذر له على اللي كان بيعمله، وبيقول انه كان مفكر ان الناس بتحب الشخص المتكبر لكن الحقيقة انه مش عايز
يبقى كده، وإنه كان خايف جدا لما شافه أخته، وبيقول لسيد إنه كان محتاجه، وإنه اطمن لما شافه قدامه. فبيقول لسيد إن المشكلة إنه بيمتلكه لكن في الأغلب بطريقة كويسة. وبعدها بترجع إيفي للبيت وبيشوفها توني وهي بتركب العربية مع والده واللي بياخدها بنفسه للمدرسة. وبيجي يوم عيد ميلاد أنور وبتدخل عليه والدته واخواته وبيهنوه. وفي الوقت ده بيحاول سيد انه يكتب جواب لكاسي في نفس الوقت اللي هي كمان بتكتب له فيه جواب، وبتعرفوا انها تسافر مع اهلها لاسكتلندا وانهم خلاص مش هينفعوا يكملوا. لكن سيد بيبقى عايز يعترف لها بحبه وانه مش قادر يعيش من غيرها، وعشان كده بيسيب الجواب على المكتب وبيلبس اي حاجه قدامه وبيروح المستشفى. وفي الوقت ده بيكون كريس عند انجي في البيت وهي بتتصدم لما خطيبها بيرجع من السفر. وبيشوف كريس وبيرجع والد انور للبيت وبيظهر انه مش مقتنع بفكره عيد ميلاد لكنه بيوافق عشان خاطر زوجته. وبعدها بيسال انور عن سبب اتفاق ماكسي وبيلومه لما بيعرف ان انور متخانق معاه، وبيقول انه ماكسي شخص كويس. وفي الوقت ده بتقنع كيسي صاحبتها في المستشفى انهم يخرجوا عشان يشموا هوا. وفي نفس الوقت اللي سيد بيوصل فيه للمستشفى وبيبقى شكله متبهدل، بتفكره الممرضه انه مضطرب وعشان كده بتحجزه في المستشفى. وبيتخانق كريس مع خطيب انجي واللي بيعرفوا ان انجي هي اللي طلبت منه انه يتجوزها، وده لانهم بيحبوا بعض جدا. فبيغير كريس وبيقول انه مش هيقدر ياخدها منه، لكن خطيب انجي بيكون واثق من نفسه. وبيبقى توني قاعد بيتفرج على فيديو لميشيل وبيتاثر وبيحاول انه يكلمها لكنها ما بتردش عليه. ولما بيجي الليل بيحضر انور حفله عيد ميلاده وبتروح جاله وميشيل الحفله. وفي الوقت ده بتروح كيس البيت سيد وبتسيب له الجواب بتاع المخده ومش بتلاحظ الجواب اللي على المكتب. وبيتعصب كريس لما بيشوف صور انجي مع خطيبها. وبيتفاجئ انور في الحفله لما بيكتشف ان صاحبه اخته معجبه بيه. بيتصل على ماكس وبيترجاه يدخل الحفله، واللي بيقنعه والد انور انه يدخل وبيصالحوا على ابنه. وبينجح توني في انه يخرج سيد من المستشفى واللي بيطلب منه انه يساعده عشان يلاقي كيسي. وبيتفاجئ سيد لما بيخرج وبيلاقيه سارق عربيه والده تاني، وبيبقى معاه ايفي اخته واللي بتدي لسيد هدوم نظيفه عشان يلبسها. وبعدها بيشوف توني كيسي وبيعرف منها انها تسافر، فبيدي لها توني الجواب بتاع سيد وبيطلب منها انها تقراه. وفي الوقت ده بيكون انور مبسوط مع اصحابه لكنهم بيتفاجئوا بخطيب انجي وبيظهر ان كريس سرق خاتم الخطوبه بتاع انجي وبيطلب منها انها تتجوزه، لكنها بترفض وبترجع الخاتم لخطيبها وبتسيبه وبتمشي. فبيتخانق خطيبها مع كريس واصحابه وبيتصل توني على ميشيل واللي بنشوفه وهو بيتعيط في الحمام. وبيقول لها توني انه هيتغير علشانها وده لانها الوحيده اللي بيحبها. وفجاه بتظهر عربيه وبتخبط توني وبتترعب ميشيل لما بتسمع صوت ايفي وهي بتصوت. في نفس الوقت اللي سيد بيدور فيه على كاسي وبيتخيل انها بتروح له وبتقعد جنبه. وبيخلص الجزء الاول من المسلسل.